في لحظة الكل كان فاكر إنها تهويش، طلعت صنعاء وقالتها بصوت مسموع جدا: ساعة الصفر خلاص بدأت. الجملة دي اللي خلت تل أبيب تسهر وخلت العواصم العربية تسأل نفسها: هو في حرب جاية ولا دي مجرد رسالة ضغط؟ لكن اللي حصل بعدها ما كانش تهويش ولا تهديد، كانت بداية مشهد جديد في حرب البحر الأحمر والشرق الأوسط بالكامل. أنصار الله أعلنوا بشكل رسمي إن أي ضربة للاحتلال على القطاع أو خرق للهدنة هيترد عليه بشكل فوري من اليمن، مش بالكلام، لا، بالصواريخ البالستية والمسيرات طويلة المدى. خلاص أصبحت جاهزة مواجهة في عمق الأراضي المحتلة. الرسالة اتبعتت من خلال قنوات رسمية ونقلتها CNN وBBC وغيرها من القنوات الإخبارية العالمية. صنعاء اتكلمت بصيغة لا تحتمل أي تأويل: أي اعتداء على القطاع يساوي رد مباشر من اليمن. البيان نزل كالصاعقة. طبعا اللي كان شايفين نفسهم بعيد عن مرمى الحوثيين، خلاص المخابرات بتاعتهم أكدت أن قوة رضوان في اليمن فعلا عندها أكثر من 150 صاروخ باليستي جاهز للانطلاق في أي توقيت. الجيش العبري بمنتهى السرعة رفع حالة التأهب القصوى. منظومات الدفاع اتجهزت بالكامل تحسبا لهجمات من الجنوب من اتجاه محدش كان متخيله من اليمن. صحفهم قالتها صريحة: الخطر مش من لبنان ولا من القطاع المحتل، الخطر جاي من أقصى جنوب البحر الأحمر. رئيس الوزراء اجتمع بوزراء الأمنيين وقال لهم في جلسة مغلقة إن الحوثيين مش مجرد تهديد، دي زراعة إيرانية على بعد دقائق من ميناء إيلات. ومن اللحظة دي الكيان بدأ يتصل بعواصم عربية صديقة، طبعا يطلب تنسيق استخباراتي ودعم في البحر الأحمر. بعض المصادر كشفت أنهم بعتوا رسائل عاجلة للرياض وأبو ظبي فيها تحذيرات من تحركات يمنية وطلب مساعدة في تتبع المسيرات. القطع البحرية بدأت تتحرك جنوبا، سفن أمريكية دخلت خط المواجهة. المنطقة كلها أصبحت ساحة مراقبة واحدة. كل طيارة بدون طيار بتطلع من السواحل اليمنية بيتحسب لها 1000 حساب. مصادر من عندهم اتكلمت ان الهجوم الإيراني الأخير على السفينة فالكون في البحر الأحمر خلاهم يعيدوا حساباتهم كلها. نتنياهو بنفسه ربط اللي حصل بإيران وقال علنا: إيد طهران هي اللي ورا النار دي، واليمن مجرد البوابة فقط، أو هي السلاح فقط. الناطق باسم الحوثيين طلع في بيان جديد واتكلم: اللي شايف صنعاء تهديد يراجع نفسه، احنا بندافع عن المستضعفين وعن القطاع اللي بيندبح كل يوم. وأكد ان اليمن عنده مفاجآت استراتيجية لو هم فكروا يهاجموا تاني. وساب الكلمة الأخيرة: مفاجآت تتردد في أروقة المخابرات بتاعتهم زي راعد في صمت الصحراء. المشهد الإقليمي اتغير تماما. إيران حاليا بتلوح بورقة اليمن كجبهة ردع جنوبية، أما السعودية والإمارات فبيحاولوا يوازنوا الموقف ما بين الخوف من التمدد الإيراني والرغبة في تهدئة البحر الأحمر. أما أمريكا فبتتابع وهي في قمة القلق، لأن أي تصعيد من الحوثيين معناه انفجار المواجهة الإقليمية الكاملة اللي هم كانوا بيهربوا منها من عدة أشهر. مصادر غربية نقلت أن تل أبيب عرضت على بعض الدول العربية مشاركة في المعلومات مقابل الدعم اللوجستي، لكن الرد كان بارد جدا، مش وقت مغامرات تماما. في المقابل المخابرات الإيرانية باعتت إشارات من خلال وسطاء أن أي اعتداء على صنعاء أو صعدة هيفتح أبواب جهنم من طهران للبنان للقطاع المحتل بالفعل. لو بصينا للمشهد ككل هنجد ان الحوثيين مش بيتحركوا بشكل عشوائي، كل خطوة بيحسبوها بدقة في توقيت الكيان أضعف ما يكون. الحكومة منقسمة، الضغط الأمريكي رهيب جدا، وجبهة الشمال مشتعلة في الجنوب اللبناني. فصنعاء اختارت اللحظة الصح وضربت في الوجع. الهدف مش بس دعم القطاع، لا، الهدف الأكبر هو فرض اليمن كقوة إقليمية مش ممكن حد يتجاوزها فيما هو قادم من أيام.
مش في الصواريخ لكن في المعادلة الجديدة. لأول مرة الكيان بيواجه خصم غير مباشر، لكنه يستطيع أن يضرب من مسافة 1600 كيلومتر وبتكلفة صفرية، لأن اليمن مش موقع أي اتفاق ولا ملتزم بأي تهدئة. وده اللي خلى محللين عبريين يتكلموا أن الرد من صنعاء أصعب من الرد من طهران. كل التقارير بتشير وبتحمل مفاجآت أن المنطقة داخلة على تصعيد. الكيان بيحشد دبلوماسيا وإعلاميا. صنعاء حاليا بترتب أوراقها، وطهران سايبة المشهد يغلي وهي واثقة أن النيران دي مش هتضرها في شيء، بل هتستنزف خصومها. ولو حصل أي هجوم جديد على القطاع فالمعادلة واضحة، الصواريخ هتطلع من صنعاء قبل ما توصل الطائرات للقطاع. الشرق الأوسط حاليا النهاردة على حافة بركان مشتعل. اليمن دخل خلاص المعادلة كقوة فعل مش رد فعل، والكيان لأول مرة من سنين بيدور على حلفاء عرب علشان يحموه. لكن الغريب إن كل العواصم سكتت، ولا حد عايز يدخل حرب مش وقتها. الكل مستني هل هتدوس صنعاء على الزناد وتعلنها حرب الجنوب، ولا تل أبيب هتبلع الغضب وتكمل في سياسة التهدئة المؤقتة. الإجابة جاية من هناك في السماء اللي بتغلي فوق البحر الأحمر، ومن الساعة اللي أعلنها الحوثيين إنها تكون ساعة الصفر. الكل بيستعد، والشرق الأوسط على ما يبدو داخل على بركان كبير معرض إنه يشتعل في أي لحظة من اللحظات. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك. اللي بيحصل حاليا بين إيران والغرب مش مجرد تصريحات سياسية عابرة، لا ده مشهد جديد من مشاهد التحدي اللي بيترسم وبيرسم شكل المرحلة القادمة في المنطقة بالكامل. الرئيس الإيراني النهاردة خرج ووجه رسالة تعتبر نارية للغرب، رسالة فيها إصرار وعناد، ورسالة واضحة جدا للولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا بالكامل: انتم ممكن تضغطوا، تحصروا، تفعلوا آلية الزناد زي ما انتم عايزين، لكن إيران مش هترجع خطوة واحدة للخلف. الكلام جه في مناسبة مش عسكرية ولا سياسية. الرئيس الإيراني اختار يتكلم من وسط الشباب، من وسط الطلاب اللي واخدين ميداليات في الأولمبيات العلمية، وكأنه بيبعت إشارة إن المستقبل مش في الدبابات ولا في الصواريخ فقط، لكن في العقول اللي بتفكر وبتبتكر. وذكر بالنص إن الغرب ضرب نطنز، بس ما فهموش إن اللي بيبني نطنز بشر، والأيدي دي هتفضل تبني وتعيد وتعمل حاجة أعظم من نطنز نفسها. هنا بقى لازم نتوقف شوية كده ونفكر إيه معنى الكلام ده. التصريحات النارية للرئيس الإيراني: إيران عايزة تقول للغرب إن الضربة اللي اتعملت زمان على منشأة نطنز النووية ما جابتش نتيجة، بالعكس خلت الإيرانيين أكتر تصميم. ده اللي بيتكرر في تاريخهم، كل ما الغرب يضغط كل ما إيران تتحدى أكتر. الموضوع مش بس ضربة نطنز. أوروبا وأمريكا رجعوا يتكلموا عن تفعيل آلية الزناد أو اللي بيسموها سناب باك، ودي آلية بتسمح إن العقوبات اللي كانت اتشالت عن إيران بعد الاتفاق النووي ترجع تتفرض تاني بشكل تلقائي. الفكرة إنهم عايزين يخنقوا إيران اقتصاديا وسياسيا علشان يوقفوا مشروعاتها النووية. لكن الرئيس الإيراني رد وقال كده بالنص: انتوا ممكن تقفلوا الطريق، بس العقل البشري هو اللي بيفتح طريق جديد أما يلاقيه وأما يخترعه. يعني باختصار إيران مش هتتوقف. اللي بيتابع يعرف ان إيران وأمريكا في مواجهة مفتوحة من سنين طويلة جدا، من أول الثورة الإسلامية عام 1979 حتى اليوم. العلاقة بين الطرفين عبارة عن سلسلة طويلة جدا من العقوبات والمواجهات، الاتفاقيات اللي بتفشل والتصعيد اللي بيزيد. أمريكا بتعتبر ان إيران بتمثل تهديد لمصالحها ولمصالح حلفائها في المنطقة، خصوصا الكيان ودول الخليج. أما إيران نفسها فشايفة نفسها قوة إقليمية كبيرة، لها كامل الحق إنها تطور قدرتها النووية والعسكرية وتكون ند للند للغرب. البرنامج النووي الإيراني بالذات هو مركز المعركة. الغرب بيتكلم: إحنا مش عايزين إيران تمتلك سلاح نووي. إيران بترد: إحنا عندنا الحق
في ان احنا نطور برنامج نووي سلمي، واي تدخل في ده يعتبر تعدي على سيادة دولة ايران. لكن حقيقة الامر ان الكل عارف ان ايران مش بتقف وحدها بس عند النووي السلمي. التقدم اللي عاملينه بيثير قلق واشنطن ولندن وباريس وبرلين، يعني المعسكر الغربي بالكامل. كلام الرئيس الإيراني مش بس رد على قارة أوروبا، لكنه رسالة مباشرة لواشنطن. إيران بتقول للأمريكان لو عايزين تحصرونا إحنا هنلاقي مخرج، ولو عايزين توقفونا إحنا هنخترع طرق جديدة، كل ما تضغطوا هتزودونا عزيمة. اللي لافت للنظر ان الرئيس الإيراني ربط الموضوع بالعلم والمعرفة، يعني مش بيتكلم كقائد عسكري لكنه بيتكلم كرئيس شايف ان سلاح ايران الحقيقي هو العقول الإيرانية. ودي نقطة بتخوف الغرب فعلا، لان العقوبات ممكن توقف اقتصاد او توقف جيش، لكن ما تقدرش توقف عقلية شعب بيؤمن ان عليه رسالة وهدف. في الوقت اللي إيران بتعلن تحديها للغرب بشكل واضح جدا، طلع أول تعليق سعودي على تصريحات الرئيس الإيراني، أو بعد التصريحات الإيراني تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله. السعودية بتتكلم إن لبنان وأمن لبنان فوق أي اعتبارات. الجملة دي تعتبر شكلها بسيط، بس في السياق معناها كبير جدا، لأن حزب الله مرتبط بإيران بشكل مباشر، وتحركاته دايما بتتحسب في إطار النفوذ الإيراني في لبنان. والسعودية هنا بتحاول تقول إنها مش هتسمح إن لبنان يتحول لساحة صراع أو لتصفية حسابات إقليمية. في نفس التوقيت سوريا وتركيا في جلسة بيتكلموا عن التعاون الأمني، وده تطور لافت، لأن العلاقة بين دمشق وأنقرة كانت متوترة جدا خلال السنين اللي فاتت بسبب الحرب السورية. النهاردة الظروف الإقليمية ومنها التوتر بين إيران وأمريكا بتفرض على الكل أنه يبدأ يعيد حساباته، كأن المنطقة كلها بقت على صفيح ساخن. إيران بتتحدى، أمريكا بترتب ردها، السعودية بتحاول تحمي لبنان من الانفجار، وسوريا وتركيا بيدوروا على صيغة جديدة للأمن المشترك تجمع بينهم. اللي بيقوله الرئيس الإيراني النهاردة مش مجرد كلام حماسي، دي عقيدة راسخة في السياسة الإيرانية منذ عقود. كل ضغوط الغرب بتتحول لدافع إضافي. الزناد اللي عايزين الأمريكان والأوروبيين يفعلوه بالنسبة لإيران مش هيكون نهاية اللعبة، بالعكس ده هيكون بداية مرحلة جديدة من التحدي. إيران بتقولها صريحة للعالم، انتوا معاكوا أدوات ضغط بس احنا معانا العقول والإرادة. وده هو جوهر الصراع اللي ممكن يحدد شكل منطقة الشرق الأوسط بالكامل، من أقصى شرق إيران إلى أقصى غرب المنطقة العربية في شمال القارة الإفريقية. كلها في السنين اللي جاية هتتغير بسبب ما يحدث من صراعات. مكملين معاكم، لسه معنا أخبار نارية ومدوية، لكن قبل ما نكمل شاركنا بالتعليق أسفل الفيديو في رأيك، هل تستطيع فعلا إيران أنها تتحدى الغرب، كل الدول الغربية جميعا؟ اكتب رأيك في التعليق أسفل الفيديو وكمل معانا، لسه معانا أخبار نارية ومدوية. لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل مواقع التواصل. من سنين والصراع ما بين الحوثي وتل أبيب مش عارف يبرد، كل يوم النار بتعلى وتغلي والسجال بيزيد سخونة أكتر من اليوم السابق. النهاردة بنكون قدام مشهد جديد ومختلف تماما، مشهد محدش كان متخيله. صنعاء قررت تعمل قلب لكل الموازين وتضرب قلب عاصمة الكيان في عملية عسكرية تعتبر غير مسبوقة تماما. المتحدث العسكري الرسمي باسم أنصار الله العميد يحيى سريع بيطلع في بيان رسمي ناري وبيعلن ان تم استهداف مطار بن غوريون لمرة جديدة، المطار الدولي، بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري. الصاروخ ده طبعا بحسب كلامه اخترق دفاعات الكيان اللي بيتقال عنها انها حصن منيع، وفعلا وصل للهدف بكل دقة، وخلى عاصمة الكيان تعيش حالة من حالات
حالات الارتباك الواسعة جدا لدرجة ان الملاحة الجوية في المطار اتعطلت والناس عاشوا لحظات رعب ما شافوهاش فيما سبق. لكن الحدث ما توقفش عند كده وفقط، لا، سلاح الجو المسير اليمني أيضا دخل على الخط ونفذ هجومين متزامنين استهدفوا مواقع عسكرية حساسة في عاصمة الكيان وفي عسقلان. الإعلام العبري نفسه اعترف بده وأكد أن الصاروخ اليمني انشطر في الجو لرؤوس حربية متعددة، وده خلى عملية اعتراضه شبه مستحيلة. الشظايا سقطت في أماكن متفرقة وواسعة جدا وخلفت وراها أضرار كبيرة جدا في مباني وإصابات بين المدنيين. الصدمة الأكبر أن أحد الرؤوس الحربية كان على بعد خطوة واحدة فقط من أنه يضرب بطارية من بطاريات القبة الحديدية بشكل مباشر. القيادة في تل أبيب وصفت الهجوم ده انه هجوم غير عادي، وبيتكلموا ان ده سلاح حديث جدا اول مرة اليمن تستخدمه ضد الكيان. هنا الكيان اتحول من وضع الدفاع لوضع الهجوم بطريقة فجائية. القناة 14 العبرية نقلت عن مصدر أمني أن تل أبيب بتحضر لهجوم عسكري قوي جدا ضد اليمن. العملية على حد وصف المصدر هتشمل كمان ضرب بنى تحتية مرتبطة بإيران داخل دولة اليمن. يعني الصراع مش بس بين صنعاء وتل أبيب، لا، في رسائل واضحة رايحة لطهران في نفس اللحظة. في نفس التوقيت مجلة ديفنس 1 الأمريكية كشفت أن البنتاجون بدأ يشكل فريق خاص لمواجهة الطائرات المسيرة بعد فشله المتكرر أمام هجمات الحوثي في جنوب البحر الأحمر. الهدف حاليا تطوير تكتيكات جديدة وتخفيض كلفة الدفاع، وده اعتراف صريح من أمريكا إن لسه مش لاقية الحل السحري اللي تواجه بيه جماعة اليمن. من البحر الأحمر لقلب القطاع اللي بيئن القطاع المحتل في قلب الأراضي المحتلة، هناك المشهد أصبح ملتهب جدا مش أقل من أي جهة تانية. تقارير عبرية بتتكلم إن 15 ضابط احتياط من سلاح الجو بينهم ناس برتبة عقيد ولواء اتشالوا من مناصبهم بعد ما وقعوا على عريضة بتطالب بإنهاء الحرب مقابل الإفراج عن المحتجزين. الضباط دول بيقال لهم بوضوح مش هترجعوا للخدمة إلا لو سحبتوا توقعاتكم دي. رد فعلهم لجأوا للمحكمة العليا. يعني حتى جوه الجيش نفسه، جيش الاحتلال نفسه في انقسام، والقيادة السياسية تايهة ومش عارفة تاخد قرار. القناة 13 العبرية أيضا أكدت إن الكيان مش مستعجل يرد على مقترح الهدنة اللي وافقت عليه الحركات الفلسطينية، والجيش نفسه مش عارف نوايا رئيس حكومته نتنياهو حوالين تنفيذ خطة احتلال القطاع. في الكواليس بدأت اتصالات لترتيب جولة جديدة من المفاوضات في دولة ثالثة غير قطر وجمهورية مصر العربية. على الجانب الإنساني، المتحدث باسم اليونيسيف قال المجتمع الدولي خذل أطفال القطاع، الوضع هناك مأساوي جدا، المجاعة ونقص حاد في كل شيء بيضرب القطاع المحتل. يعني حتى في القارة الأوروبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خرجوا وأدانوا بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، وبيتكلموا إن ده غير مقبول تماما وبيخالف القانون الدولي. حتى الأردن طلعت تصريحات نارية بعد كلام وزير أحد وزراء الكيان ادعى أن ضفتي نهر الأردن جزء من الدولة العبرية. الخارجية الأردنية ردت بسخرية هو ده جزاء الطماطم اللي كنا بنبعتها لكم. لكن التوتر مش واقف عند هنا وفقط. التقارير الأمريكية بتأكد أن واشنطن نقلت منظومة ثاد الدفاعية للكيان، نقلتها من الإمارات لتل أبيب استعدادا لجولة مواجهة جديدة مع إيران. القرار ده خلى أجواء الإمارات نفسها شبه مكشوفة أمام أي رد يمني محتمل، رد فعل طبعا يمني محتمل. في حالة اتساع المعركة هتكون الإمارات
رقم 2 بعد الكيان مباشرة. في الكواليس كمان وكالة بلومبيرج بتتكلم إن في محادثات طارئة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة بعد ما إيران علقت عمليات التفتيش النووي في مخاوف حقيقية إن مخزون إيران من اليورانيوم خلاص يعني قرب من مرحلة تصنيع القنبلة النووية. كل التطورات دي بتحط المنطقة بالكامل على صفيح ساخن. صاروخ باليستي يمني بيضرب قلب الاحتلال وبيكشف هشاشة الدفاعات بتاعته. الجيش العبري نفسه منقسم بين أوامر القيادات العليا واعتراض الضباط اللي موجودين على الأرض وبيتعرضوا للضربات على الأرض. أوضاع إنسانية في القطاع وصلت لمرحلة الانفجار. مواجهة مرتقبة بين إيران والكيان بمشاركة أمريكا ممكن تغير خريطة الشرق الأوسط كله. حتى الإمارات أصبحت في الصورة وأصبحت أمام الصواريخ الباليستية اليمنية بعد مشاركتها للكيان وبمساعدتها بيتم نقل السلاح للأراضي المحتلة. السؤال حاليا هل المنطقة داخلة على حرب إقليمية شاملة ولا لسه في مجال لصفقة سياسية تقف أمام هذا النزيف قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة